بتقول له إبريل إنها في ورطة وإن الراجل اللي شغالة عنده بيتاجر في البنات وإنها من ضمن البنات دول. فيلمنا بيبدأ بكيفن وميلر اللي بياخدوا خريطة من شخص للمكان اللي هيسرقوه، وميلر بيكون خايف لكن كيفن بيفكروا إنهم محتاجين الفلوس، وبينجح الاتنين انهم يدخلوا المكان اللي بنكتشف انه محل صرافة ويفتحوا الخزنة ويسرقوا كل اللي فيها. وقبل ما يهربوا جهاز الانذار بينبه الشرطة. بنكتشف بعدين ان الشخص اللي ساعدهم واداهم خريطة المكان اللي هيسرقوه ده محقق واسمه زويك، واول ما الشرطة بتوصل بتحصل المفاجأة. بنلاقي زويك اللي ساعدهم في البداية ضرب نار على كيفن وقتله، وبيطلع ميلر من المصرف على صوت ضرب النار وبيقول له زويك انه كان بيدافع عن نفسه وبيهدده ببنته وطليقته. وبعد 10 سنين بيطلع ميلر من السجن وبيكون فرانك صاحبه مستنيه وبيطلب منه يرجع يشتغل عامل معاه تاني، لكن ميلر بيقول له ان اهم حاجة عنده دلوقتي يرجع علاقته ببنته وطليقته. وبياخدوا فرانك لمكان يقعد فيه، وبيفرح ميلر قوي ان عربيته موجودة زي ما هي، وبيسأل صاحبه عن بنت اسمها إبريل، لكن فرانك بيقول له حاول يوصل لها كتير ومعرفش. تاني يوم بيكلم طليقته ويقول لها انه خرج من السجن وبيطلب منها تقابله هي وبنته، وبيحاول يبرر لها اللي عمله ويقول لها انه عمل كده عشان حياتهم تتحسن. بعدين بيقعد مع فرانك اللي بينصحه يبطل سرقة ويشتغل معاه في الإقفال، وبيقول له كمان ان إبريل هي اللي حكت له عن ميلر وعن شطارته في شغله. بعد ميلر بيسأله انه تاني لو يعرف مكان إبريل، فبيقول له انه كان مأجر لها بيت. ولما بيرجع ميلر للمكان اللي كان قاعد فيه بيلاقي بنت واقفة مستنياه، والبنت دي بتكون إبريل اللي كان بيدور عليها. وعلى فكرة إبريل دي بتكون أخت كيفن اللي قتله زويك في أول الفيلم. بتسأله إبريل لو هيبطل سرقة ولا لأ، طبعا بيقول لها غلطة وندمان عليها، فبتقول له إبريل إنها محتاجة فلوس ضروري. وبيحس ميلر انها متورطه في حاجه، وبيرجع ميلر لفرانك وبيقول له لازم يلاقي طريقه يساعد بها إبريل بس من غير ما يسرق. وتاني يوم بيظهر زويك ومعاه 2 من زمايله، وبيقابل ميلر بيقول له لو قرر يتكلم عن يوم الحادثه هيقتله زي ما عمل في كيفن صاحبه، وبياخدوه معاهم للشرطه علشان رخصه مهنته كانت اتسحبت منه. وبنكتشف هنا ان طليقه ميلر اصلا طلعت محققه، وبيطلع رئيس المركز يقول لميلر انه ما ينفعش يغلط اي غلطه علشان ما يتسجنش تاني وبيمشيه. وبعدين بيحتفلوا بالملازم زويك اللي ما عندوش ولا ذمه ولا ضمير بمناسبه تقاعده، وبيطلب ان بس طليقه ميلر هي اللي تكون مكانه. وكمان بيطلب من المحققين انهم ياخدوا بالهم من ميلر علشان خطير، وبس بتطلب من ميلر ياخد بنتهم من درس البيانو. بياخد بنته يفسحها، وبعدين بتقوله ان مامتها قالت لها انه شاطر في فتح القفال وبتطلب منه يوريها، وبيعلمها فعلا ازاي ممكن تفتح القفل بدبابيس شعرها. وبالليل بيوديها لمامتها وبتقوله ان زويك تقاعد وانها هتكون مكانه. ولما بيرجع المكان اللي كان قاعد فيه بيلاقي إبريل قاعدة مستنياه، وبتقوله انها في ورطة وان الراجل اللي شغال عنده بيتاجر في البنات وانها من ضمن البنات دول. وبتقوله كمان انها لما حاولت تهرب منه ضربها، وبتوريله علامات الضرب الموجودة في جسمها. فبيقول لها انهم لازم يروحوا يبلغوا الشرطة وان بس طليقته اكيد هتساعدها، لكنها بترفض. وبتقوله انها لازم تسافر علشان محتاجة فلوس، لكنه بيرفض يسرق تاني، لكن في نفس الوقت بيكون عاوز يساعدها. تاني يوم بتاخده إبريل توريه المكان اللي هيسرق منه الفلوس، وبيلاقي زويك هناك لكنه مش بيستغرب من اللي بيشوفه. وبيروح تاني يوم للمكان اللي هيسرقه، وبيكون زويك موجود في المكان، ولكن المرة دي ميلر هو اللي هدده انه هيقتله لو ما سابهوش يخرج. وفعلا بيقدر يسرق الفلوس ويهرب منهم، وصاحب المكان بينفعل على زويك وبيقوله انه لازم يرجع له الفلوس. بيحاول ميلر يوصل لإبريل علشان يساعدها، بس بيكون موبايلها مقفول، فبيقرر يروح لها البيت لكنها بتكون مش موجودة والمكان بيكون متكسر. وبتشوفه صاحبتها تانية اللي بتروح تبلغ الشرطة وبتطلب من طليقة ميلر تساعدها، وبتدي بس كل المعلومات عن العصابة، وبتبدأ بس تشك في زويك انه ورا المشاكل دي كلها. وبتروح تاني يوم لمركز الشرطة وتوري الفلاشة للرئيس بتاعها، وبيقول لها لازم تجيبي شاهد كمان مع تانية. وبيروح ميلر البيت اللي سرقه وبيقول لصاحب البيت انه هيرجع له فلوسه لو قال له على مكان إبريل. واول ما ميلر بيطلع من هناك بتظهر إبريل مع زويك في العربية، وبينزل زويك يقتل صاحب البيت. وبتوصل بس لمكان فرانكو وبتاخد ميلر والفلوس علشان ينقذوا بنتهم. وإبريل أول ما تشوف البنت الصغيرة مخطوفة بتصعب عليها، وبتبعت رسالة فيها مكانهم لبس. وبيوصل ميلر لزويك علشان يديله الفلوس وينقذ بنته، وبيعرف ان إبريل شاركت زويك علشان تنتقم منه بعد قتل كيفن. وفي النهاية بتقدر إبريل انها تقتل زويك، وبس بتقدر تنقذ بنتها وتاخدها في العربية علشان تنقذ ميلر. ولما بتوصل بس لميلر بتلاقي إبريل عايزة تقتله، لكنها بتقدر تفهم إبريل كل حاجة وان ميلر ملوش اي علاقة بقتل كيفن. وفي النهاية بتتحبس إبريل وبيرجع ميلر لحياته الطبيعية مع بنته ومراته بس.